ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة وصفة جميلة جدا من العيش البايت. يعني اي عيش بايت عندك اوعي ترميه، هنعمل بيه وصفة جميلة جدا وطعمها حلو قوي وسهلة وسريعة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي، وعايزة اقولك طعمها رائع، فظيعة فظيعة بجد. طعمها حلو قوي. بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. دي عبارة عن 3 طبقات، وزي ما قلتلك سهلين قوي، اوعي تقولي دول صعبين، لا خالص، ان شاء الله هيكونوا حاجاتهم كمان متوفرة عندك، واول ما تشوفي الوصفة تقومي تعمليها على طول. معايا كده زي ما قلتلك بقى عيش بايت، معايا كده 4 ترغيفة مسكته قشرته، يعني انت من الطبقة اللي هي اللون الذهبي اللي من فوق دي اهم حاجة تعينيه خالص من فوق ومن تحت. ومسكتها بقى بشرتها او حطيها بقى انتي لو عايزه تحطيها في الكبة مفيش مشكلة، الاسهل ليكي اعمليه. ومعايا بقى كده طاسة فاضية بدون زبدة بدون زيت، وهبدأ بقى اللي انا حطيت بقى فيه اللي هو العيش اللي انا بشرته او اللي انا حطيته في الكبة، يبقى معايا اهم حاجة بالشكل ده. هبدأ بقى اقلب فيه كده وايديكي دايما فيه لان هو هيتعمل بسرعة طبعا. يعني ده كده يعتبر نوع من الدقيق اصلا يعني، فبيتعمل بسرعة جدا. احنا هنبقى عايزين بس اللي هو اللون الدهبي الحلو اللي تحت ده، بس انا بحاول نقلب عشان اللي فوق ينزل تحت وكله ياخد لون واحد. بص بقى كده يعتبر لحد ما كله خد لون واحد، لو كنت استنيت عن كده كمان كان ممكن يتلسع مني، فانا خلاص بقى طفيت وهبدأ بقى احطه في الطبق، ارجعه في الطبق تاني، اسيبه يبرد تماما. عشان عايزاه مش عايزاه يبقى سخن، اهم حاجة يبقى بارد معايا. عقبال ما هو بقى اسيبه بقى يبرد هنروح بقى نعمل الصوص اللي احنا هنخليه يندمج معاه. معايا كده بقى حلة، حطيت بقى كوباية من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو، وكوباية من المية. الكوباية معلش التصوير معرفش ازاي مجابهاش. المهم اقلب كل ده بقى كده مع بعض ويخلص بقى على النار. هحط بقى شريحتين كده من الشوكولاتة. عايزة تجيبي الشوكولاتة اللي هي كابري، اي نوع من اللي انت عايزاه مفيش مشكلة، حطي واحدة كبيرة، حطي شريحتين، يعني هي هتديها طعم حلو قوي. نقلب بقى كل ده كده مع بعض لحد ما الشوكولاته تدوب كويس جدا. وبعد كده بقى يبقى معايا بالشكل، اول ما تشوفي الشكل ده وتقلبيه بس تقلبتين خلاص بقى شيليه خلاص من على النار. وهو تسيبيه هو بصي خفيف كده هو على النار، بس هو هتسيبيه هيتقل. معايا بقى كده خلاص اللي كان العيش خلاص بارد اللي هو الخليط ده. هبدأ بقى احط عليه كيس من الفانيليا خليه طعمه حلو قوي. واقلبه بس كويس جدا عشان كله يندمج مع بعضه وكله ياخد من طعم الفانيليا. بص بقى كان الصوص معايا كده بارد، وده لازم انا عايزاه يكون بارد. هبدأ بقى انزل شوية بشوية على الخليط لحد ما هقولك القوام اللي احنا عايزينه. هنقلب كده مع بعضه، وحسيت اللي هو طبعا عايز باين خالص اللي هو عايز، فهحط بردك شوية كمان، يعني انت حطي شوية بشوية. انا عايزه اقولك بقى ان الخليط ده الخليط الصوص اللي احنا عملناه ده يكفي لكميه تانية. فانت لو عايزه تبقى الطبقه عاليه شويه اعملي 8 ترغيفه، والصوص ده هيكفي. انا هوريكي بردك في الفيديو اللي هو فايض منه كوبايه. لو انت عايزه الطبقه دي خلاص اعملي نص كوبايه سكر، معلقه كاكاو، ونص كوبايه ميه، هيطلع معاكي مظبوط، مفيش حاجه هتفيد معاكي. خلطتهم بقى كده كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى معاكي بالشكل اللي هو الرملي ده، ورملي متماسك. معايا كده طبق بايركس بدأت احطه زي ما قلت لك. لو انت عايزه طبق خفيفه هتعملي بالشكل ده بالمقادير اللي هي نص المقادير. لو انت عايزه الطبقه تبقى عاليه خلي المقادير زي ما هي زي ما انا عاملاها في الفيديو، بس حطي 8 ترغيفه من العيش الفينو. بقى ده الصوص اللي فاض زي ما قلت لك كده. معايا كده كوبايه بس، ان شاء الله مش هنرمي حاجه طبعا من اللي هنستعملها باذن الله، وهبقى اصورها لكم برضك هنستعملها في اي حاجه. بصوا ما شاء الله لما بيقعد بيبقى تقيل ازاي، حبيت برضك انا اوريه لكم. هنعمل بقى الطبقه التانية من اللي هي البيضه او اللي هي الطبق الكريمي. معايا كده 3 كوبايات كبار، 3 كوبايات من اللبن. الكوبايه اللي احنا نعاير بيها هي كوبايه واحده، وهنحط لها 3 معالق كبار من السكر، 3 معالق كبار من النشا. مقاديرها سهله ومش مش صعبه جدا. يعني 3 كوبايات كبار من اللبن، 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار من السكر. هنقلب كل ده كده مع بعض على البارد، ده اهم حاجه عشان دي نشا وممكن تكلكع معاكي لو حطيتيها على النار. خلاص قلبتها كده بقى حطيتها بقى على النار. ومعايا بقى كوباية علبة قشطة. هبدأ بس بعد ما النشا في الست تبدأ تدوب شوية، هبدأ بقى انزل بعلبة من القشطة. القشطة بتديها طعم حلو قوي وتديها قوام كده كريمي. بس لو انتي مش عندك وعايزة تعملي الوصفة ابدأي اعمليها، يعني مش هتأثر قوي، بس هي بصراحة بتدي طعم حلو. هنقلب بقى كده كله ده كده مع بعض وايديكي فيه عشان طبعا النشا بتتقل بسرعة يعني ممكن تكلكع. وحطيت بقى كيس كده من الفانيليا بعد ما خلاص اللي هي حسيت اللي هي خلاص هطفي عليها. تبقى معاكي بالشكل ده، تروحي طافية قبليها قبل الخطوة دي قبل الفانيليا على طول تروحي طافية.
هيبقى معاكي بالشكل الكريمي ده. وننزل بقى ايه بالطبقة اللي هي طبقة الكريمة دي بعد ما حطينا الطبقة من عيش الفينو والصوصات. هننزل بقى بطبقة الكريمة دي، هسيبها بقى تبرد تماما ونروح بقى نعمل الخطوة التالتة اللي هي الطبقة اللي فوق. معايا كده بقى حلة وحطيت عليها حلة فيها مية، أول ما بدأت تغلي حطيت الطبق نعمل يعني حمام مية، وحطيت بقى عليها مكعب من الشوكولاتة كده يدوبك هو ساح. هنزل بمعلقتين كبار من الزيت. الزيت بيديها لون حلو قوي ولمعة وبيخليها تبقى خفيفة سنة، عشان عايزاها تبقى خفيفة واقولك ليه. عايزة بقى نحول الشوكولاتة دي لجناش، لان انا مش عايزاها الشوكولاتة دي بعد ما تتحط مش عايزاها اللي هي تتجمد. فانا هحولها ازاي؟ عارفين علبة اللي هي من الدانون دي؟ بدأت حطيتها هتديها طعم حلو قوي، وهتحول الشوكولاتة دي لجناش. جناش يعني ما يتجمدش، الطبقة بتاعته ما تتجمدش، تفضل دايما طرية وبتلمع. هبدأ بقى اقلب كل ده كده مع بعضه على الحمام اللي هو المية. كله طبعا يندمج مع بعضه، وهتلاقي لونها هيتغير تماما. يعني التاني كان لونها بني فاتح، دي بقت لونها بني غامق. او التاني كانت لونها زي الكاكاو كده، دي كده بقت خلاص لونها بني غامق. كده خلاص بقى كلهم اندمجوا مع بعض واندمجوا مع بعض، ويبقى معاكي بالشكل الحلو ده. وطبقة من الكريمة دي خلاص ما شاء الله بردت تماما، وبقت اللي هي حتى لو حطيت دي مش هتأثر عليها. حطيتها بقى كده. بعد ما حطيتها يعني بدأت بقى حطيتها في التلاجة نص ساعة كده بس تبرد، وكله بقى الأطعمة كلها ايه، يعني كل حاجة بقى تثبت في مكانها كده، ويبقى معاكي بالشكل الجميل ده ما شاء الله. طبقة من تحت من العيش الفينو مع الصوص والكريمة، والطبقة الحلوة من الجناش دي. طبعا في طرق كتير جدا للجناش، بس أنا حبيت أعمل لكم حاجة كده سهلة وسريعة وبسيطة يعني. هبدأ بقى أقطعها بعد ما طلعتها بقى من التلاجة بعد نص ساعة. بدأت طلعتها بالشكل ده وقطعتها. لو عندك بقى مكسرات حطي، عايزة رشة جوز الهند حطي، أي بقى حاجة انت عايزة كمان تزينيها من فوق حطيها، هتديها طعم حلو وشكل طبعا أحلى. بس شكلها ما شاء الله جميل ازاي. طعمها بقى يا جماعة خرافة، طعمها حلو قوي بجد، قوي قوي فوق ما تتخيلوا، لازم تجربوها، تحفة جدا.